وصلنا لأخطر حاجة في هذه الحرب. العالم كله كيتسنى الغزو البري الأمريكي لإيران، يعني جنود غادي يهبطوا الأرض ديال إيران، غيدخلوا من البحر ومن السماء ومن البر، يعني جميع الطرق الممكنة باش أنهم يدخلوا. والأخبار كتقول بأنه الإيرانيين متوقعين هذا الشيء، وبأن المهلة اللي عطاها ترامب ديال 10 أيام هي اساسا خدعه من اجل انهم يشدوا واحد الوقيته ويلقاو مساحه باش ان الحشد ديال القوات ديالهم يتجهز ويوجدوا السيناريوهات والخطط باش انهم يجيو يدخلوا بواحد الطريقه اللي هي خاطفه. حاليا كاينه مفاوضات اللي هي سريه، وفي وسط هاد المفاوضات كيدار هاد الشيء، وممكن في اي لحظه يجيوك من البحر ويجيوك من البر ويجيوك من التراب ويجيوك من كل الجهات وغادي يدخلوا لايران. السيناريوهات المتوقعه واقرب سيناريو حاليا هو هذا. الاخبار كتقول بانه ايران ما نعساش وبانهم موجدين 1,000,000 جندي، يعني واحد الرقم اللي هو كبير وهائل. والاخبار كذلك كتقول بان الغزو الامريكي غادي يبدا بجزيره خرج. والسيناريوهات او المحللين كاين اللي تيقول بانها غادي تكون واحد التجربه، اذا نجحوا فيها فراه غادي يكتسحوا نيت ايران وغيدخلوها جميعا، وغيدخلوا كاع جميع الاراضي ديال التراب الايراني. واخبار اخرى تتقول لك بانه صعيب على الجيش الامريكي وبانه ايران حاليا مستعده، وهما تيتفوقوا من حيث انهم عارفين الجغرافيا ديال الجزيره وعارفين كيفاش دايره، وموجدين الغام وموجدين فخاخ وموجدين قوات جويه وقوات وصواريخ ديال التصدي وديال موجدين كلشي ومستعدين لهذا السيناريو مزيان. وكذلك الطرف الاخر اللي هو امريكا والحلفاء ديالها راه حتى هما موجدين ومتوقعين هذا الشيء. اذا نحن ذاهبون اقرب سيناريو راه ممكن ما يوقعش ولكن هو الاقرب، وجميع المحللين يجمعون على انه السيناريو المتوقع حاليا هو الغزو البري. الغزو البري معناه بانه غادي تدور معارك طاحنه، وبانه لا البترول لا مضيق هرمز حتى حاجه ما غتمر تما، لانه يقدر يكون هناك معركتين مزدوجتين، وحده فوق البر يعني مواجهات مباشره جندي وجندي وفخاخ وقتيله واستراتيجيات وطائرات والغام ودبابات وبزاف ديال الحوايج، واللي قدر انه يسيطر على الميدان وعارف الجغرافيا ديال الميدان، او لا كذلك القوه الجويه غتكون حاسمه في هذا الشيء. يعني معركه طاحنه توازيها المعركه اللي كاينه حاليا، يعني صواريخ تيمشيو من تل ابيب لطهران وكذلك من طهران لتل ابيب، ودول خليجيه وعواصمها هي غتستهدف، ومضيق هرمز السلام عليكم. هذو كلها سيناريوهات، ولكن السيناريو الأسوأ او النتيجه ديال هذا الشيء يتوقع الخبراء والمحللين انه الى مشاو في هذا الطريق فنحن سنكون امام حرب بمدى طويل. يعني غتكون واحد الحرب اللي هي طويله بزاف، ويستدلون بالحرب او للغزو البري لافغانستان لسنين ديال الحرب، ومع ذلك في نهايه المطاف مشاو وخرجوا منها وما قضوا حتى حاجه وبقى الطالبان تما. يعني هذا هو السيناريو الاخطر، والمشكل هو السيناريو الاقرب اللي غيخلي ديك الحرب يعني غدا في واحد المده اللي هي طويله. يعني التاثيرات على الاقتصاد العالمي والاسعار وكل شيء، غير كل دوله توجد واحد الخطه وواحد السياسه والاحترازات ديالها والتدابير ديالها الوقائيه. اما راه هذا الشيء تيبان بانه غادي وغادي وغادي حتى لواحد الدرجه، لانه هاد الناس ضروري وطامعين في انهم يضعفوا ايران ولا يقضوا معها ولا انها تخضع لهم والشروط ديالهم، ولا صافي تنباطح صافي تستسلم وتخليهم يقرروا يديروا لهم هما الرؤساء والانتخابات ديالهم ويزرعوا الديمقراطيه اللي تيقولوا ويديو النفط وكل شيء. ايران ما غتقبلش بهذا الشيء، يعني التصعيد ثم تصعيد ثم تصعيد ثم تصعيد.